نموذج تاني مصري مشرف من صناع المحتوى المصريين، المحتوى الهادف القيم، هو احمد الغندور او المشهور بالدحيح. طبعا كل الناس عارفه الدحيح، وهو من ساعه ما بدأ رحلته في الجامعه الامريكيه وكان بيصور فيديوهات بسيطه. محتواه بيقدم محتوى علمي بطريقه مبسطه، بطريقه كوميديه. دايما المحتوى العلمي كنا متعودين ان دمه بيبقى تقيل شويه، ولكن احمد الغندور قدر يقدمه بشكل ممتع وشكل كوميدي، وده اللي خلاه واحد من ابرز واشهر صناع المحتوى المصريين والمؤثرين اللي موجودين دلوقتي في السوشيال ميديا. ومحتوى مش بس علمي، يعني زي ما قلنا بيجمع بين الكوميديا وال... والمتعه والكوميديا والعلم، وحلقاته جميله جدا بصراحه. انا برضو واحد من الناس اللي بسمعهم قبل ما انام، وده اللي خلى مؤسسات تديله الدعم زي مؤسسه اي جي بلس ومؤسسه الاعلام نيو ميديا اكاديمي يدوا له الدعم وينتجوا له البرامج. حاليا برنامجه بيتعرض على نيو ميديا اكاديمي لايف. وليه مني برضو طبعا كل الشكر والتقدير على المحتوى الهادف والرائع اللي بيقدمه. شكرا احمد الغندور، وانتظروا بعد كده فيديوهات تانية لمؤثرين مصريين صناع محتوى هادف بجد يستاهلوا ان انتوا تتابعوه.